نظرية التسخين أو التبريد في أي جهاز عموما بتعتمد على إنك تعدي الهواء من حاجة زي دي، والحاجة دي يا إما بتبقى سخنة فتسخن الهواء، أو تبقى باردة فتبرد الهواء، أو تعدي من جواها حاجة سخنة وتوجه عليها هواء فتبرد الحاجة اللي جواها، زي ما بيحصل في الراداتير بتاع تبريد المية اللي محطوط في وش العربية. المية السخنة بتعدي من جواه والهواء اللي بيقابل العربية وانت ماشي بيبردها، وعشان السبب ده هو محطوط أول حاجة في وش العربية فبيبرد المية اللي ماشية جواه عشان تساعد في تبريد الموتور بتاع العربية. نفس النظرية دي بتستخدم في التكييف او نظام التحكم في درجة حرارة الجو جوه العربية. التابلو بتاع العربية بيبقى جواه علبة محكمة، العلبة دي اسمها كويل التكييف او ال HVAC Unit Heating Ventilation Air Conditioning Unit. العلبة دي بيكون جواها قطعتين من الراديتير اللي قلنا عليه بس صغيرين، واحد منهم للبارد وواحد للسخن. وفي اغلب العربيات البارد بيبقى ناحية اليمين والسخن بيبقى ناحية الشمال ناحية السواق. لما انت بقى بتشغل التكييف بتاع العربية بيحصل حاجتين: اولا الكمبريسور بتاع التكييف بيشتغل عشان يضغط الفريون ويبدا يسقع، وبعد كده بيحصل حاجه تانية جوه الوحده دي، المروحه الداخليه بتبدا تشتغل. بعد كده الكويل ده بيبقى جواه بوابات بتفتح وتقفل عشان توجه مسار الهواء اللي جاي من المروحه ده بحيث انه يعدي على الكويل البارد فالهواء يتبرد ويخرج لك بارد من الهوايات، او العكس البوابات تغير مسار الهواء بحيث انه يعدي على الكويل السخن فالهواء يسخن ويخرج لك سخن. ولو انت جربت بنفسك وغيرت درجه الحراره من البارد السخن مرة واحدة هتسمع البوابات دي وهي بتفتح وتقفل عشان تتحكم في مسار مرور الهواء، وكل بوابة من دول بيبقى راكب عليها موتور صغير عشان يحركها. طب احنا عرفنا ان الهواء البارد بيخرج عن طريق البرودة اللي جاية من الفريون. طب الهواء السخن بقى بيجي منين؟ الكويل السخن ده بيبقى متوصل على دورة التبريد بتاع الموتور بتاع العربية، فبيعدي جواه مية درجة حرارتها 90 او اكتر، الهواء بيعدي عليها بيسخن وبيخرج لك سخن. طب لما تعوز تظبط بقى درجة الحرارة في النص ايه اللي بيحصل؟ الكمبيوتر بيوصل لها ازاي؟ الكمبيوتر بيبدأ يعدل من زوايا فتح وقفل البوابات دي عشان يخرج لك هواء درجة حرارته اعلى شوية، وبيعمل ميكس ما بين الهواء البارد والهواء السخن، زي ما انت كده بتيجي تستحمى في الشتاء وتقعد تظبط المية السخنة والبارد. في عربيات تانية بتشتغل بنظام اقدم، وغالبا العربيات دي ما بيبقاش فيها تكييف دول زون، يعني ما تقدرش تخلي درجة حرارة الجنب اليمين مختلفة عن الجنب الشمال. وظبط درجة الحرارة في العربيات دي بتعتمد على المدة اللي الكمبريسور هيشتغل فيها، فلما تعلي درجة الحرارة الكمبريسور بيشتغل فترة اقصر وبيفصل بعدها ويرجع يشتغل ويفصل ويشتغل ويفصل وهكذا. قول لنا بقى في الكومنتات انت عربيتك انهي نوع بالظبط. وفي حاجه تانية عايزك تاخد بالك منها، ساعات تبقى فاتح التهويه الخارجيه للعربيه، يعني سامح بدخول الهواء من بره لجوه، وانت ماشي بتلاقي هواء سخن مش طبيعي داخل عليك من الهوايات. والمشكله دي حصلت مع حد من المتابعين وما كانش عارف ايه حلها. المشكله بقى هنا بتبقى فين؟ المشكله هنا ان توجيه الهواء جوه الكويل بيبقى متوجه على الكويل السخن، فالهواء بيخش من بره وانت ماشي على سرعه يوصل للراديتير السخن يتسخن ويخرج لك من الهوايات. فالحل ساعتها هنا انك تشغل التكييف وتقلب درجه الحراره على اقل حاجه وبعدين تقفل التكييف تاني. فاللي حصل هنا ان البوابه قفلت على السخن وفتحت على البارد. او اقول لك اقفل التهويه الخارجيه خالص وريح دماغك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، ولو عندك اي سؤال يخص تكييف العربيه اكتبه لنا في الكومنتات.